لو انت في احد البلدان اللي بيحصل فيها قصف دلوقتي فالفيديو ده علشانك. طبيعي في الوقت ده تبقى حاسس بالخوف والولاد كمان يكون حاسين بالخوف، ولكن في فرق ما بين الخوف المعطل والخوف الصحي. تابعنا في الفيديو ده عشان نعرف ازاي تتصرف مع الولاد الصغيرين. واحد، محتاجين نبلغ الأطفال بالحقائق بشكل مبسط من غير تهويل أو من غير ما نقلل من حجم الخطر. فمثلا هنقول إنه فعلا في أصوات انفجارات ولكن إحنا كمان عندنا مكان آمن نقدر نلجأ له. اتنين، محتاجين نقول للولاد بشكل واضح إيه الخطة الآمنة بتاعتنا. كل ما كان في حاجة ملموسة كل ما كان شيء أفضل. فهنقول مثلا لما هنسمع صوت الانفجار هتمسكوا في إيد ماما أو هتمسكوا في إيد بابا، أو أنت وأنتي كإخوات هتمسكوا في إيد بعض وهننزل نروح المكان الآمن بتاعنا. يتم الإعلان عن الأماكن الآمنة عبر شاشات التلفزيون أو تبع وزارة الداخلية أو المكان الآمن اللي أنتم محددينه في البيت. رقم 3، صوتك أو صوتك كأب أو كأم مهم جدا أن يحمل الطمأنينة للولاد. حتى لو أنت خايف تتكلم بصوت هادي وتطمنهم إن كل شيء هيكون بخير. بعد ما الغارة تخلص أو بعد ما القصف يخلص بنطلع نسأل الولاد بشكل واضح كنت حاسس بإيه، ونحاول نحول المشاعر إلى كلمات أو إلى رسمات علشان الولد أو البنت تعبر عن المشاعر الموجودة بعد الغارة. طيب، أحيانا بعض الولاد قد يصابوا بنوبات الفزع أو قد يصابوا بكوابيس أو نوم متقطع أو سلوكيات عدوانية. دي هتبقى مؤقتة إن شاء الله وربنا يزيح الغمة.